شوية حاجات كنا بنشوفها في الأفلام عن العلاج النفسي ولكن هي مش صح تماما. بارت 3 معكم نهلة، أخصائية نفسية. إن المعالج النفسي بقى هيسجل وراك بالفويس أو هيسجل وراك كاميرا بدون ما ياخد منك أي إذن بأي شكل من الأشكال وأنت قاعد بتحكي كده جوه الجلسة. أولا فكرة موضوع الكاميرا إنها تكون موجودة جوه أوضة الجلسات ده ما ينفعش تماما. ثانيا لو فرضا ان المعالج النفسي ده هيسجل لك فويس مش كاميرا، لو هيسجل لك فويس فهو من المفترض ان هو ياخد منك موافقه كتابيه على الكلام ده، وانت لازم تكون كاتب ده ان انت موافق عليه ومقتنع فعلا بحاجه زي كده. ثالثا انا بقى بصراحه مش شايفاها ليها لازمه، يعني طالما اغلبيه العيانين ما بتوافقش على حاجه زي كده، وده يمكن ده ما بقاش بيحصل اصلا جوه العيادات ان الناس تسجل بالفويس جوه العياده النفسيه. احنا بس بنكتب وراكم اهم الحاجات اللي تفكرنا واحنا بنشتغل، وبنستاذنكم كمان انتوا موافقين ان احنا نكتب وراكم الحاجات دي ولا لا. ولازم نوضح كويس قوي ليكوا ان احنا يعني الحاجات دي محطوطه في فايلات وبسريه تامه، واحنا بنبقى قافلين عليها كويس ومحدش بيطلع عليها غيرنا. ولو هفترض ان في حد من المرضى رفض اصلا ان احنا نسجل، بنوضح لهم ان احنا بنسجل بس علامات مميزه تفكرنا عشان